السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احباب في الله؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. معاكم فيديو جديد من قناة دينا ريان. قبل ما ابتدي الفيديو اشتركوا في القناة عشان الصلاة تكبر بيكم. اول حاجة كده، بصراحة المقطع ده كان عند ماما مش عندي في البيت، فحبيت ان انا ابتدي معاكم كده، لكن الروتين النهارده في شقتي باذن الله. اول حاجه كده خدت بقى الكوبايه بتاعت ماما، المج اللي بتاعها، قلت اشرب فيه قهوه. واختي كانت عامله كيكه جميله جدا جدا اللي هي التايجر دي، بصراحه كانت تحفه. قلت لها قولي لي بقى الطريقه عشان اعملها وانزلها لهم باذن الله، لان بجد طعمها كان حلو قوي وخفيفه كده، ومن جوه هشه كده عامله زي النايتي بالظبط. بس بصراحه كانت تحفه. هي عاملاها كده بقى ميكس من جوه كده، ابيض في اسود يعني زي التايجر، بس كانت حلوه جدا. عملت معاها فنجان القهوه بقى، عايزه اقول لكم كان كل شويه النور يقطع، فكان الواحد مصدع جدا، فكنت محتاجه بصراحه المج الكبير ده بتاع القهوه. فكده زي ما انتم شايفين هشرب فنجان القهوه، ويلا بينا بقى نبتدي الروتين بتاعنا. اول حاجه كده نزلت السوق، بجد كنت يعني كنت بنهار في الحر اللي احنا فيه ده. قلت لا، ما فيش يعني لابد منه، لازم انزل اجيب حاجاتي من السوق. جبت قوطه وجبت خيار وجبت خضار بقى. تشوفوا دلوقتي معايا واقول لكم الاسعار. جبت الخيار ب10 جنيه، بس عايزه اقول لكم الخيار كان حلو قوي قوي النهارده، على غير العاده. الحر كان مخليه طري كده ودبلان، لا المره دي ما شاء الله الكيلو ب10 جنيه، جايبه كيلو حلو قوي ما شاء الله، اللي هو البلدي الصغير ده. وجبت القوطه برضو غليت تاني، بقت ب8، مش عارفه ليه نطت النطه دي. جبت كيلو وربع ب10 قوطه. والبطاطس كان فيه ب10 وفيه ب12. جبت دي ب10، بتبقى وسط كده صغير، بس هي بتنفع تحمير برضو. جبت كيلو، لا جبت 2 كيلو بطاطس ب20. بس كده دي كده الخضار اللي انا جايباها. انا عندي في التلاجة جزر وعندي ليمون وايه تاني، اللهم صل على سيدنا محمد. هتشوفوا دلوقتي معايا الحاجه اللي أنا جبتها برضو. جبت الخضار اللي انا عايزاه، بس عشان طبعا الاسعار زي ما انتم شايفين، فبجيب الحاجه اللي انا عايزاها فقط لا غير. تمام كده. جبت علبه المرق الدجاج، لقيتها عند ناس ب35، لقيتها في السوق في الخيمه اللي بقولكوا عليها دي بيبيعوا حاجات ارخص يعني، جبتها ب31 علبه على بعضها. وجبت اللي هو المكرونه دي الكيس بنص ب6.5، اللي هو ببساطه ده حلو قوي، جربته قبل كده ولقيت عندهم بيبيعوا شعريه سايبه. جبت نص كيلو ب8 جنيه، بره ب9 جنيه ونص تقريبا او ب9. جبت جرينلاند ب24 الجبنه دي، بره ب27 تقريبا او ب28. بس حلو قوي جرينلاند، جربتها. كنت اول على طول بجيب عبورلاند، دي احلى كتير عن عبورلاند، يعني عن تجربتي فيها يعني. وجبت برضو كيس السكر اللي ورا دوت، كنت السكر مش عارفه غلي ليه مره واحده، اللي جايباه ب26 جنيه كان بجيبه ب22 و23، مش عارفه ليه غلي كده. جبت توابل، كنت محتاجه بهارات بصراحه. جبت 7 بهارات ب5 جنيه، 7 بهارات ما شاء الله ممكن يكفينا اكتر من اسبوع. جميله جدا، معلقه صغيره جدا في الطبيخ بتفرق بجد. وجبت سمسم ب5 جنيه، سمسم انا هحتاجه النهارده في الجلاش اللي هعمله. وجبت ب5 جنيه قرفه خشب. وجبت تمن طحينه، الطحينه رخصت، التمن بقى ب10. جبت ايه تاني، جبت نص كيلو عسل ب14. جبت ايه تاني، اللهم صل على محمد، جبت كيلو خل سايب ب5، بس ده مبيبقاش خام خام يعني، بيبقى نص نص. تمام كده. وجبت بس كده عسل وطحينة. او جبت زيت، جبت نص كيلو زيت ب35، انا بحب اجيبه سايب. بس كده دي المشتريات بتاعتي. اوريك هو بقيت الحاجه. كنت جايبه منظفات، جبت شامبو اللي هو دويتو ده، انا بحب اجيبه قوي. وكنت محتاجه الليفه بتاعه المواعين دي اللي عندي خلاص كانت يعني هلكت كده وتعبت، فقلت خلاص بقى نكمل مسيرتها في الحمام. دخلتها الحمام عزكم الله عشان اصبب بقى الحمام وكده. وبعد كده ايه، جبت واحده جديده للمواعين. جبت الكلور سايب، جبت كيلو ب4 جنيه. وجبت بيركس ده حلو قوي، اختي قالت لي عليه حلو قوي، اعزكم الله لتصبير الحمام وكده، الارضيه والحمام نفسه. بجد جربت النهارده تحفه جدا جدا، الكيس ب2 جنيه. جبت العنب اللي هو الفرط ده اللي بقولكوا عليه الكيلو ب10، جبت 2 كيلو ب20. عايزه اقول لكم طعمه حلو قوي اليومين دول العنب. وجبت له 200 شوك، الواحده ب2 جنيه. بس طبعا اول ما جينا كلنا الف هنا وشفا يعني. جبت الفراخ بقى، عايزه اقول لكم اكتر حاجه مبسطاني ان هي رخصت في السوق. جايبه الكيلو ب55، جبت فرخه اللهم بارك 2 كيلو اللي حاجه بسيطه، عامله معايا 107. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، يعني ببقى لذة كده وحلوه. تمام. جبتها كده، هو يعني ما نسي يقطعها لي، انا بحب ان هو يقطعها لي ويشيل لي منها الصدر، زي ما انتم متعودين معايا ان انا بحب اعمل الصدر بانيه، ما بنحبوش مسلوق. هتشوفوا بقى الخطوات اللي عامله معاكم النهارده في الفرخه، ان انا هشيل البانيه. عملته ستريبس زي اللي كنت عاملاه معاكم الاسبوع اللي فات، عجب الاولاد قوي وقالوا لي يا ماما عايزينه تاني. فما رضيتش اعمل معاكم الوصفه من جديد عشان ما تزهقوش برده من تكرير الوصفات.
فروحت عملته كده زي ما انتم شايفين بالعجينه بتاعته، وبنزل كده بالخلطه وبرجع تاني للعجينه بتاعته. بحاول ان انا اعمل الكفر يعني متماسك كده في الستريبس بتاعي عشان ما يفكش مني في الزيت، ومقرمش وجميل جدا. والمره دي بقى ضفت النشا عشان كنت ناسيها في المره اللي فاتت. النشا بقى مدياله قرمشه حلوه قوي عن المره اللي فاتت كمان. هبدا بقى اعمله كله، اللهم بارك. يعتبر صدر الفرخه نص كيلو او نص كيلو لحاجه بسيطه. بصوا ما شاء الله عمل معايا كام قطعه. هتشوفها برضو بعد ما يعني انا حطيتها دلوقتي في التلاجة عشان تمسك شويه. قلت عقبال ما اعمل الجلاش. كانوا طالبين مني بصراحه النهارده الجلاش بالجبنه. قلت بصراحه يبقى الاكل خفيف خفيف كده، فقلت بدل ما اعمل واحده النهارده اعمل اتنين. الجلاش كده كده انا هشغل الفرن ويبقى حر بحر وواقفه بوقفه زي ما بيقولوا. قلت ايه اعمل صينيتين، صينيه النهارده نتغدى بيها، وصينيه قطعتها كده وحطيتها في علبه في التلاجة. بطلعه بقى اسخنه كده في الفرن، وبنبدا بقى اذا كان هفطر بيه او اتغدى بيه او اتعشى بيه بيبقى جاهز بالنسبه لي عن ما انا اقف لسه هعمله. بحط هنا نص كوبايه من اللبن على نص كوبايه من الميه او الشوربه. حطيت عليها شويه ملح وفلفل اسمر وبضايه ورشه بيكنج باودر. وبعد كده بحط السمنه او الزيت بتوعي، والخليط كده بيبقى جاهز معايا. عايزه اقول لكم بيطلع الجلاش طري جدا. لو جربت الوصفه دي هتبطلي ان انت تعمليه بالسمنه بس. وفي ناس بيحطوا بدل اللبن زبادي، ما جربتهاش الصراحه، بس بسمع ان هي بتبقى طريه جدا، بيخلي الجلاش طري جدا. هنا بقى زي ما انتم شايفين عايزه اعمله زي نظام الفطيره كده، مش رقات وخلاص. لا، بحب ان انا احط نص الجلاش بره ونص جوه، وما بين الرق والتاني بحاول ان انا احط من الخليط بتاعي. واللي بيبقى بقى في الاخر بعد ما بقطع الجلاش لما بقفله بحطه على الوش. بجد طريقه حلوه قوي. واكلات الصيف دي عايزه اكلات خفيفه، مش عايزه بقى زي ما قلت لكم طبيخ وتسبيكات والحاجات دي كله. الموضوع صعب جدا. زي ما انتم شايفين كده هبدا ان انا ارص الجلاش. وبعد كده في النص هحط الجبنه. هعمل واحده بجبنه بس، جبنه بيضه بس. بصراحه كانش عندي جبن تانية غير الجبنه البيضه. والصينيه التانية هعملها بجبنه وزيتون وطماطم، ولو عندي فلفل كمان بحطه، فلفل الوان او فلفل رومي بيديها طعم تحفه كأنك بتاكلي بيتزا بالظبط. اللهم صل على سيدنا محمد. وهبدا بقى زي ما انتم شايفين طبقات كده، وهبدا احط الجبنه الجرينلاند. عايزه اقول لكم بتبقى جميله جدا جدا ان انت تفرديها، بتفرد معاكي بكل سهوله زي ما انتم شايفين. لكن عبور لاند ورودس كنت لما باجي احطها بتقطع لي الجلاش لان بتبقى متماسكه. جرينلاند فيها اللي هي الميه بتاعتها، يعني ميه الجبنه نفسها موجوده معاها فمخليها الجبنه طريه. رودس وعبورلاند بتبقى متماسكه لان ما فيهاش اي سوائل خالص. فبصراحه حلوه في موضوع ان انا احطها في الجلاش، بتبقى ايه بتسيح معاها بسرعه او بتفرد معايا بسرعه. هنا قطعت طماطم كده صغننه، وقطعت الزيتون بتاعي من البذره بتاعته. ولو عندك بقى زي ما قلت لكم ميكس جبن لانشون بسطرمه اللي انت عايزاه حطيه في الجلاش، هيطلع معاكي تحفه تحفه تحفه. بجد خفيف وحلو قوي، وينفع عشوه وينفع غدوه ينفع فطار ينفع كل حاجه. هنا بقى قفلت معايا في الجلاشه بتاعتي صينيه الجلاش. وهبدا كده باخر ورقه بحب الم بيها كده ايه الجلاش بتاعي، وهبدا بقى اقطعه زي مثلثات زي البيتزا كده. وهبدا بقى الخليط اللي اتبقى مني هبدا احطه على الوش. بس كده هبدا انزل بقى بالخليط اللي اتبقى مني. انا ما عملتش خليط تاني، هو اللي معايا. اللي اتبقى بقى منك ايا كان بقى يعني نص ربع الخليط تحطيه على الوش كده. بحب بقى انا احطه في الاخر. هنا السمسم اللي جبته حطيته، كان عندي شويه حبه البركه وحطيتهم على بعض. بجد بيدوا ريحه كده للمخبوزات حلوه قوي. زي ما انتم شايفين كده هبدا بقى احمرها. هي لحقت مني حاجه بسيطه من على الوش، بس عايزه اقول لكم يعني لحقتها على اخر لحظه. بقيت احط حاجه في الفرن واطلع بسرعه قدام المروحه بره وارجع تاني. هنا البانيه اتقلى خلاص، وعملت اللهم صل على محمد الجلاش. قطعته كده وعملت جنبهم مكرونه بصلصه. عايزه اقول لكم هما سووا المكرونه بصلصه وكلوا الجلاش اكتر، اللهم بارك. الف هنا. بس كده زي ما انتم شايفين ده الغدا بتاعي النهارده. المفروض كان في مقطع هنا بس المقطع مش راضي يتحط خالص، فمش مشكله. كنت حابه كده احفزكم واشجعكم اللي حابب يعمل المواعين في الحر اللي احنا فيه ده. فربنا يعيننا وبنا جميعا، ويا رب اللهم اجرنا من نار جهنم. يا رب خلي الدعاء ده على طول على لسانكم في الحر اللي احنا فيه ده. اللهم اجرنا من نار جهنم، اللهم امين. كده المواعين خلصتها وكفتها كده قدامكم زي ما انتم شايفين، والرخامه بقت زي الفل، والحوض صبنته حلو قوي قوي، والبوتاجاز برده خلصت منه كده وخلصت. كنت خلاص بقى فرفرت كده في الاخر. عايزه اقول لكم انا المواعين دي عاملاها متاخر بالليل، كانت 11 او 12 بالليل، وقلت بقى اخلص البوتاجاز والمطبخ يبقى ايه نضيفه كده معايا، وناخد دش كده سريع وندخل ننام. زي ما انتم شايفين كده البوتاجاز برده كان من الغدا وكده.
من القلي والكلام ده كله لازم يتغسل غسله بنت ناس يعني عشان يبقى على طول في اللمعه بتاعته ونضيف كده اول باول. الحمد لله مش بخليه يتراكم عليه الدهون خالص، لاني طبعا البوتاجاز بتاعي ستانلس، فمش مش حابه ان انا الجا بقى الباور والسترس والحاجات دي كلها، لان هي بتبهدل الستانلس بمعنى الكلمه، بتبقى قويه جدا. الحاجات اللي بتاعت الدهون دي انا بعملها كده على طول في ثواني، عشان ايه؟ ما تطولش على البوتاجاز وتبوظ. بس كده زي ما انتم شايفين الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون شجعكم واستفدتوا منه حتى لو 1%، والوصفات بتاعتي تكون ان شاء الله عجبتكم. وبعد كده بعد ما خلصت بقى قلت ما اكافئ نفسي كده بكوبايه شاي بلبن. بصراحه كنت عايزه اعمل نسكافيه، لقيت نفسي النسكافيه خلصان وكنت بالليل متاخر، قلت ما بداش بقى اعمل كوبايه شاي بلبن كده، انا بحبه جدا جدا. شربتها كده وبعد كده اخدت الدش السريع ونمت على طول. بجد كان الجو صعب، ونزلت تحت المروحه لان بجد كان خلاص الواحد بيفيص من الحر. ربنا يعيننا وينا جميعا يا رب، اللهم امين. بحبكم قوي في الله. تشتركوا الاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.